كما ذكرنا من قبل أن البرنامج يوفر مجموعة من الأشكال سابقة الإعداد التي يمكننا إدراجها إلى المستند. فعند فتح القائمة AutoShape في شريط أدوات الرسم نرى مجموعة من القوائم الفرعية التي يحتوي كل منها على عدد من الأشكال مثل الخطوط Lines والأسهم Arrows والأشكال الأساسية Basic Shapes وأشكال النجوم Stars والأشكال Callouts. فنختار الشكل الذي نريد رسمه ثم نضغط المؤشر مع السحب داخل الصفحة لرسم الشكل، ثم نقوم بتغيير لون الملء Fill Color ولون الحدود Line Color. وكما نرى أن معظم هذه الأشكال تحتوي على مربع صغير، وهذا يعني أنه يمكننا إجراء التعديلات على الجزء الموجود به هذا المربع. والآن نرسم شكلا آخر، فنفتح القائمة AutoShape ومن القائمة الفرعية Block Arrows نختار هذا السهم. وكما نرى أن هذا الشكل يحتوي أيضا على هذا المربع الصغير الذي يمكننا من إجراء التعديلات. كما يمكننا استخدام بعض هذه الأشكال لعمل الكتابات بداخلها، فنفتح القائمة الفرعية Callouts ونختار هذا الشكل مثلا، ونقوم بتغيير لون الملء لهذا الشكل وندخل الكتابات التي نريدها. وباختيار أي من هذه الأشكال وفتح القائمة Draw سوف يمكننا عمل الدوران لهذا الشكل باستخدام أحد خيارات القائمة الفرعية Rotate or Flip. فباختيار Rotate Left سوف يتم عمل الدوران للشكل بزاوية 90 درجة جهة اليسار، وباختيار Rotate Right سيتم عمل الدوران للشكل بزاوية مقدارها 90 درجة جهة اليمين، وباختيار Flip Horizontal سيتم عكس اتجاه الشكل أفقيا، أي من اليمين إلى اليسار وبالعكس. وباختيار Flip Vertical سوف يتم عكس اتجاه الشكل رأسيا، أي من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس. وباختيار Free Rotate سوف يمكننا عمل دوران حر للشكل الذي نريده كما تعلمنا في الخطوات السابقة. ويمكننا أيضا محاذاة الأشكال نسبة إلى بعضها البعض أو نسبة إلى حدود الشريحة، وذلك باستخدام أوامر القائمة الفرعية Align and Distribute. فباختيار Align Right سيتم عمل المحاذاة مع الحد الأيمن للعنصر الموجود على يمين جميع العناصر. وباختيار Align Left سوف يتم عمل المحاذاة مع الحد الأيسر للعنصر الموجود على يسار جميع العناصر. وباختيار Align Center سيتم عمل المحاذاة الرأسية مع نقطة منتصف العنصر الموجود في منتصف جميع العناصر. وباختيار Align Top سوف يتم عمل المحاذاة مع الحد العلوي لأعلى عنصر في العناصر المختارة. وباختيار Align Bottom سيتم عمل المحاذاة مع الحد السفلي للعنصر أسفل العناصر المختارة. وباختيار Align Middle سيتم عمل محاذاة أفقية مع نقطة منتصف العنصر الموجود في منتصف المسافة بين جميع العناصر. وباختيار Distribute Horizontally سوف يتم توزيع المسافة الأفقية بين العناصر المختارة بالتساوي. وباختيار Distribute Vertically سيتم توزيع المسافة الرأسية بين العناصر المختارة بالتساوي. وباختيار Relative to Slide سيتم عمل المحاذاة نسبة إلى حدود الصفحة.